اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا، وحشني ان انا اصور معاكم فيديوهات وانزلها. بس ان شاء الله من بعد رمضان هعمل لكم حاجات حلوه كتير وهنزلها ان شاء الله. انا معلش بنزل لكم فيديو الجلاش متاخر. والله مش فاضيه خالص طول رمضان، بقى انتوا عارفين عزومات والكلام ده، فما عنديش وقت خالص خالص يعني بصراحة. وكنت كمان بنزل اجيب اللبس للولاد وكده، فما كنتش فاضية خالص والله ان انا اصور اي حاجة ولا انزلها. بس تابعوا معايا فيديو الجلاش الحلو، هيعجبكم جدا. هعمل لكم اشكال حلوة بيه. شوفوه ومتنسونيش بقى باللايك، ومتنسوش تعملوا اشتراك للقناة. وان شاء الله فيديوهات تعجبكم. بس هجيب بقى معايا هنا الجلاش. اهم حاجة ان انا اغطي الجلاش عشان خاطر ايه؟ ما ينشفش مني. تمام. هجيب كده ورقتين على بعض. انا هشتغل بالجلاش يعني بطلع ورقتين ورقتين واقطعهم كده واجي اخليهم قدامي عشان مش كل شويه افضل افتح ايه في الكيس. ومعايا طبعا السمنه بتاعتي. عايزه تحطي سمنه على زيت، عايزه تحطي زيت بس، سمنه بس اللي انت عايزاه. ومعايا المكسرات بتاعتي انا مجهزاها، حطيت عليها معلقتين سمنه و3 معالق عسل شربات بس، وقلبتهم كده عشان خاطر ايه؟ يمسك في بعضه. هنا بقى هنعمل اساور الجلاش. هجيب معايا كده دي عصايه شماعه يا جماعه، عشان لو ما عندكوش اي حاجه تعملوا بيها ممكن تجربوها بالطريقه دي، بالعصايه بتاعه الشماعه. بس بصراحه هي ما عجبتنيش يعني، انا قلت برضه اوريكم الطريقتين. هعمل طريقه تاني بالسيخ بتاع الكفته، ودي طريقه عملتها بالشماعه، بس ما عجبتنيش بصراحه بالشماعه. الشماعه ناشفه، والجلاش طبعا طري جدا انتوا عارفين، وبنحط كمان عليه بتاع ده سمنه، فبيتقطع مش حلو. فهنا بقى انا هوريها لكم تاني عملتها بالسيخ بتاع الكفته. لو ما عندكيش سيخ، ما عندكيش شماعه، ممكن تجيبي الخله الخشب وتحطي 3 مع بعض وتقفليهم مثلا في الاستريتش راب، وتعملي بيهم. بس هنا بقى انا بفرد نص الورقه وبحط عليها سمنه، بدهنها كلها بالسمنه كويس. وبعد كده باجي قبل ما اقفل الاخر بكشكش من الحروف كلها، بلمها تاني وبلفها زي الورده دي كده، بتطلع اسمها اساور الجلاش. حلوة جدا وشكل حلو وهنا دي كانت ورقة مقطوعة معايا، طبعا مش هينفع اعملها بشكل الاساور، فهعملها زي السمبوسة كده. بصوا يعني ايه، ما تقولوش مثلا ان دي ورقة مقطوعة هنرميها، لا لا، كل حاجة لازم نستغلها. لو مش هتعملي شكل ممكن تعملي اي شكل تاني، ممكن تعمليها صوابع وتحطيها. المهم ان انت ما تهدريش في الحاجة وترميها. هنا انا عملتها زي السمبوسة كده، عملت منها اشكال كتير وحلوة جدا. وبصراحة الجلاش جميل يعني، انا مش بحبه عشان مبقاش مسكر قوي يعني. تمام. انتي براحتك برضو، عايزة تحطي سكر كتير الشربات بتاعه حطي، بس انا ما بحطلوش كتير، هتشوفه في اخر الفيديو. بس هنا بقى جبت برضو ورقتين معايا. انا اهم حاجة ان انتي تغطي الجلاش عشان الجلاش بينشف على طول. انا هعمل واحدة معاكم تاني من الاساور دي هوريها لكم. هي حلوة جدا وشكلها جميل. بصي بتلفيها كده بالراحة وتسيبي اخر حتة صغيرة كده، علشان خاطر ايه؟ تقفلي عليها من تبقى القاعدة بتاعت الدورية. تمام. هنا بقى انا بلفها كويس. اهم حاجة السمنة، الجلاش بيحب السمنة كتير. بصوا تضغطوا كده حلو وتقفلوها، واهم حاجة القاعدة بتاعتها من تحت تبقى مقفولة عشان لما تحطي المكسرات عليها ما تقعش. بصوا كان شكلها جميل جدا وكانت حلوة. بس ده بقى شكل تاني هوريكم. بصوا انا بعمله، اهم حاجه ان انت تدهني سمنه كتير، الجلاش بيحب السمنه. وتخليها الاول تسيحيها بس ما تكونش سخنه طبعا عشان مع الوقت هتجمد معاكي. بس انا هنا بقى معايا ورقتين جلاش. الورقه اللي انا كنت جايباها قسمتها نصين. انا هنا هعملها برضو شكل السمبوسه، بس طبعا انا حاطه ورقتين معايا عشان ايه؟ انجز في الوقت يعني. تمام. بس انا هنا بقى بقفلها وبدخل الحشو جوه. لما بتحطي فيليها بقى كده على بعضيها، وطبعا مع السمنه هو بتلزق في بعضيها. اهم حاجه ان انتي المكسرات بتاعتك تحطي عليها معلقتين سمنه و3 معالق شربات عشان يخليها تمسك في بعضها كده، وبرضو تبقى طعمها حلو ما تبقاش دلع. ولو ما حطيتلهاش شربات كتير تبقى برضو كويسه معاكي وطعمها حلو. تمام. انا بقى هنا جبت ورقه قسمتها نصين وقسمتها كده زي ما انتم شايفين، وهعمل واحده واحده اعملها بالسمنه الاول. تمام. اهم حاجه الجلاش ان انتي تديله سمنه كتير كويس. وقسمتها بقى معايا هنا نصين برضو. تمام. هجيب بقى معايا مقوار ايده خشب او اي حاجة عندك ايديها زي المقوار كده، واحطها على الطرف واتني عليها. انا هعمل ايه؟ هلفها. بصوا انتوا شايفين انا بلفها ازاي؟ اهي بلفها بالراحة كده. اهم حاجة ان انا ادهن الجلاش سمنة كتير،
يعني لان الجلاش السمنه هي اللي بتخلي الجلاش مقرمش وجميل معانا وبتديله طعم حلو. بصوا بقى كانت شكلها جميله جدا، حشيتها بالمكسرات. بصوا ما شاء الله شكلها حلو قوي. يعني بلف الجلاش هتعملي منها اشكال كتير وحلوه جدا، وهتعجب ولادك وتعجب اي حد بصراحه. لما شاف كل اللي شاف الجلاش اللي انا عملته ده عجبه جدا، واشكال جميله يعني بصراحه. بصي انا بجيب بقى دي هوريكم برضو الشكل تاني اعيدهولكم. بحطها على الحرف، واهم حاجه ان انا كل طبقه احط سمنه فيها. بصوا انا هنا بدينا سمنه كويس عشان تلزق معايا على طول، والف بقى المقوار كده وتطلع شكل ايه مدوره كده، ومن تحت طبعا مقفوله. هحشيها بقى بالمكسرات. طبعا شفتوا القفله بتاعتها، بصوا شكلها جميل جدا. هوريكم في الاخر شكل الصاج. عملت منه اشكال كتيره وكانت حلوه قوي بصراحه. بس انا هنا بقى بشوف الجلاش. بجيب الورقه، واهم حاجه ان انا اقفل كويس في الكيس واغطيه عشان خاطر ما ينشفش معايا. بس انا بطلع ورقتين ورقتين عشان مش كل شويه افضل اطلع واحده واحده. بس هجيب برضو دي معايا، هقسمها برضو نصين. متنسوش تعملوا له لايك يا بنات، وتعملوا له اشتراك للقناه. بصوا هنا بقى قسمتها نصين برضو، وبدهنها برضو بالسمنه كلها كويس. اهم حاجه ان انا السمنه خلاص ابتدت تجمد معايا، بس عادي مفيش مشكله برضو يعني. بعمل منها، اهم حاجه ان انتي تحطي في الجلاش سمنه كتير. بس هقفلها بقى كلها كده بالسمنه كويس، واقسمها. بصوا قسمتها على 3. تمام، ده كده نص الورقه. يعني دي كده ورقه وقسمتها نصين. بس هحط بقى سمنه كويس، اخليهم كلهم يلزقوا ببعض. هنعمل برضو شكل تاني حلو قوي، واقطعها حتت صغيره كده. متستغربوش، هتشوفوا الشكل في الاخر هيبقى عامل ازاي. كده كده هو كله لازق على بعضه. بحط بقى في النص حته حبه مكسرات، واقفلها من الجناب كده على بعضيها. هتديني شكل زي شكل الوردة كده. بصوا شكلها حلوة قوي، وهتبان كمان لما تستوي. بصوا اهم حاجة انتوا تضغطوا كويس. اللي هيخلي الوردة دي تقفل على بعضها من الجنبين ان انتوا تكونوا حاطين سمنة كويس. لو ما حطيتوش سمنة كويس مش هتقفل. تمام. بصوا احطها كده واضغط عليها من الجنبين، والمكسرات تبقى على الوش. شكلها حلوة جدا، عاملة زي البقلاوة. بس انا بصراحة مش بحب البقلاوة، انا بحب الجلاش كده. يعني بصوا لو محتاج سمنه ولا محتاج اي حاجه حطوا له، ما يعني ما تقولوش مثلا ده خد سمنه كتير، لا. هو الجلاش بيبقى حلو بالسمنه. بس هضغط عليها بقى كويس. انا هعمل انا بقى دول كلهم. تمام. برضه هوريكم، انا عايزه اوريكم عشان ايه، يعني لو في حد معرفش يشوفها في الاول ياخد باله منها تاني. بس هعمل انا بقى دول كلهم. الحاجات الحلوه دي بتاعت رمضان. انا بحب الجلاش جدا بصراحه، اكتر حاجه بحبها. لان هو مش بيبقى مسكر قوي، وبراحتك برضو انتي لو عايزه تحطي له سكر شربات كتير هتحطي له. بس بصراحه الحاجه اللي ما بتبقاش مسكره قوي بتبقى حلوه يعني. بس انا بقى بقفل كله، بقفلها كويس. بصوا من الحرف هنا كانت محتاجه سمنه، عشان كده ما قفلتش معايا، فحطيت لها حته سمنه تاني وقفلتها كويس. بس كده خلصت الشكل دون. هجيب معايا نص باقي الورقه اللي انا كنت الورقتين يعتبر دي كده حتتين من ورقه، من ورقتين اللي انا كنت مقطعاهم. هقسمها بقى. بصوا هتنيها برضو كده. انا بعمل الاتنين مع بعض عشان ايه، الف في الاخر لفه واحده، يعني مفضلش اعمل واحده واحده. بنجز وقتي معايا، وفي الاخر برضو ايه يبقوا الاتنين قصادي يعني مش صعبين. بس هجيب بقى المكسرات دول هعملهم صوابع. هجيب بقى المكسرات كده على الحرف. بس اهم حاجه ان انا اتني الورقه الاولانيه دي عشان احط عليها المكسرات، علشان ما تجيش تبقى خفيفه وتيجي تفضلي تلفي فيها كتير. تمام. هقفل بقى كده بالراحه. بصوا انتوا لو خدتوا بالكم المكسرات مش بتقع ولا اي حاجه، عشان خاطر الشربات والسمنه مسكوهم كويس. بس انا قفلتها بقى كده صباع طويل في الاخر، وحطيته ركنته على جنب. وهعمل ده كمان. هحط بقى المكسرات على الحرف كده، واقفلها كويس. بس بصي كانت محتاجة سمنة من الحروف، فقفلتها، حطيت لها حتة سمنة وقفلتها. هجيبهم بقى مع بعض واقطعهم بالسكينة. عملت بقى، بصوا عملت اشكال كتير حلوة قوي. وان شاء الله الفيديو يعجبكم، يا رب يكون عجبكم. متنسوش حبايبي تعملوا لي لايك وتعملوا لي اشتراك في القناة. بصوا انا هعمل بقى شكل تاني برضو.
هجيب بقى نص الورقة كده قطعتها زي ما انتم شايفين. انا كل الجلاش يعني لما بدأت بيه برضو قطعته كده عشان خاطر ايه يبقى سهل معايا وبرضو ما تبقاش الورقة تقيلة. بصوا انا هنا هقسمها نصين. انا كنت هعمل شكل بس جه في بالي الشكل على طول دون، رحت قلت اما اعمله. بصوا ببرمها خالص كده، بعملها زي رول. تمام. واقفلها كلها. اهم حاجة السمنة. بصوا وهمسكها بقى كده هلفها هلفها دورية كده على بعضيها. بصوا شايفين الحتة اللي بصوا انا بقفلها بالسمنة كويس، كانت محتاجة حتة سمنة فقفلتها. بصوا حطيت فيها من جوه المكسرات برضو كان شكلها حلوة جدا. هعمل واحدة تاني معاكم واوريها لكم. الحاجات دي يا جماعة يعني حاجات بسيطة جدا. بصوا بورق الجلاش هنعمل اشكال كتيرة وحاجات حلوة اوي بصراحة، يعني تشرفك قدام اي حد. يعني انت اللي عندك عزومة، حد جاي لك الكلام ده، ممكن بدل الحلويات بتاعت بره، على الاقل دي حاجة نظيفة وانت عاملاها بايدك في البيت وهتعجب اي حد. يعني بصراحة كفاية الشكل واكيد طعمها هيطلع حلو جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب وتعملوا كل حاجة حلوة. بص انا هنا كنت بقفلها بالسمنه كويس. اهم حاجه ان انا مش عايزه الجلاشه تنشف مني من غير سمنه. بس هبرمها بقى كده زي ما انتم شايفين، سهله جدا يعني. ما خدتش في ايدي حاجه خالص. عملت كذا شكل وعملت اشكال كتير بورق الجلاش واحده، وما خدش مني وقت خالص. بدل ما تشتروها من بره وما انتش عارفين هي معموله بايه ولا الكلام ده. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا انا عملت اشكال حلوه ازاي، شكلها حلوه جدا جدا بصراحه. ولسه لما تستوي كمان انا هجيب بقى معايا السمنه وهحط كده على الوش تاني. عشان خاطر برضو ينشف معايا وعشان خاطر اكيد يعني. بصوا لو سبتوه كده هتلاقوا وشه نشف معاكم. انتي عندك عزومة عندك اي حاجة ممكن تعمليها من بالليل وتغطيها كده زي ما هي وتغطيها بفوطة وتسيبيها وتقومي مثلا الصبح على التسوية على طول. تمام يعني انجازا للوقت. بس انا كنت برضو عاملاها في عزومة، كانت مامتي واخواتي وكده وبابايا كانوا جايين عندي، فعملتها. انا كنت مجهزة الاكل كله من بالليل. كل حاجة كنت مجهزاها على التسوية، وقمت بقى الصبح عملت انا الجلاش على طول. هنزل لكم برضو الفيديو ويا رب يعجبكم. هقول لكم بقى اوريكم الشربات بنعمله ازاي. معايا هنا كوباية ونص سكر. انا عايزة الشربات يكون يعني ولا هو تقيل ولا هو خفيف. تمام. حطيت له كوباية ونص سكر على كوباية ونص مية. تمام. انا مش عايزة سكر، لا اسف معلش، كوبايتين سكر على كوباية ونص مية. تمام. وعصرة ليمونة بسيطة ورشة فانيليا. وهركنهم بقى احطهم على البوتاجاز. ما تقلبيش، سيبيه بس اول ما يبتدي يغلي، بعد ما يغلي قلبيه وما يكملش 10 دقايق، غلوتين وروحي طافيه عليه. بصوا انا كنت بوريكم بس القوام بتاعه كان عامل ازاي. بصوا ولا هو خفيف ولا هو تقيل، حلو جدا ومظبوط ما شاء الله. واعمليه قبل ما تبداي في الجلاش واركنيه على جنب. بس انا هنا الجلاش كان خلاص استوى. حطيته على درجة حرارة 180. ما خدش سوا كتير، خدي بالك لان هو بيتحمر بسرعة. بصوا انا برشرش بس كده عليه شربات من فوق لان انا مش عايزاه مسكر، عايزاه يطلع مظبوط. وانا لما عملت كده كان مظبوط جدا. وبصي والله العظيم لو كنتوا كلتوا الصاج ده كله ما كنتوا هتحسوا باي حاجه من حلاوته. بس جربوه بقى ويا رب يعجبكم الفيديو. وما تنسوش حبايبي تعملوا لي لايك وتعملوا لي اشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. وهنا بقى بصوا كان شكله حلو جدا. دي الوردات اللي احنا عملناها، ودي السمبوسك، ودي الصوابع والاساور. يا رب الفيديو يكون عجبكم. بصراحة انا عارفة ان هو عجبكم يعني وشكله جميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.